وبأبسط المكونات وبأسهل طريقة أجيو نحضروا هاد البريوات الروز اللي كيجيو معلكين من الداخل ومقرمشين من برا. خليكم معايا حتى نهاية الفيديو، فرجة ممتعة. السلام عليكم. عندي هنا 300 غرام ديال الروز سلقته، غادي نضيف له واحد ساشي ديال السكر بنكهة زهرة البرتقال، ثم غنضيف ملعقة كبيرة ديال الزبدة، ثم غادي نضيف نصف كأس صغير من ماء الزهر، ثم غادي نضيف ملعقة كبيرة ونصف ديال القرفة، وغنحلي هاد الحشوة بحليب مركز محلى. ممكن تحليوها بنسلي كراميل أو تعملوا السكر، والحلاوة طبعا كتبقى على حسب الذوق. غادي نخلط المكونات مزيان مع بعضيتها، ثم غادي نضيف واحد 200 غرام ديال اللوز حمرته وهرمشته على هذا الشكل، وغنخلط الحشوة مزيان، ثم غنخليها جانبا. وغادي نجيب ورقة البسطيلة، غادي ندهنها وغادي نقطع شرائط متساوية، وغادي نضع في كل شريط مقدار ديال ملعقة كبيرة من الحشوة، وغادي نلفها على شكل بريوة كما كتلاحظوا، ثم غادي نشدها في الاخير بشويه ديال الدقيق خلطته مع الماء الزهر، وهي البريوه واجده. غادي نكمل الكميه كامله، ثم غادي نوضعها في المجمد، وغادي نجبدو غير الكميه اللي غادي نستهلكو. غنقليوها في الزيت، غنخليوها تستقطر مزيان، ثم غادي نغطسوها في العسل. والتزيين طبعا كيبقى دائما اختياري. انا هنايا استعملت زنجلان محمر، وعندي اللوز كذلك مهرمش. غتستعملوا اللي بغيتو على حسب الرغبة وعلى حسب المتوفر. رمضان كريم، شكرا على المتابعة، وإلى فيديو قادم بحول الله، والسلام عليكم.